كل الناس ولاد ناس، بس يا ترى طول الوقت بنبقى ولاد ناس ولا بنختلف من ناس لناس؟ ويا ترى دي مشكلتنا ولا مشكلة الناس؟ ابن ناس مع الدكتور محمد حسين على ميجا اف ام. أهلا بيكم وابن ناس، والوقفة الثالثة وقفة ابن الناس مع نفسه. حلقة النهاردة هنقف فيها مع نفسنا ب5 أسئلة. فكر فيهم وتخيل ده وضعهم إيه في حياتك، وحاول تجاوب بنفسك لنفسك عن كل سؤال فيهم. السؤال الأول والأهم في حياة كل واحد فينا: أنا عايش ليه؟ ربنا خلقني ليه؟ إيه الدور اللي المفروض أعمله في الدنيا قبل ما أمشي منها؟ وعايز الناس توصفني بإيه؟ دي اللي احنا بنسميها في علوم الإدارة الفيجن، الرؤية، أو الايدنتيتي، الهوية. عايز دايما الناس تشوفك شكلك عامل إزاي ودورك بتلعبه إيه في حياتك. ده أهم سؤال لازم كل واحد فينا يقعد ويفكر ويتأمل. وعشان تقدر تجاوب على السؤال ده لازم تبص على نفسك بالحجم الطبيعي، لا تشوف نفسك أكبر من اللازم فتدي نفسك أدوار أنت ما تقدرش تلعبها دلوقتي، ولا أصغر من اللازم فتدي نفسك أدوار صغيرة وتشغل بالك بحاجات صغيرة ممكن جدا تخنقك في حياتك. الحاجة التانية: هدفك إيه دلوقتي؟ إيه الحاجة اللي أنت بتشتغل عليها النهاردة؟ يا ترى الهدف ده حددته كويس؟ حددته إزاي؟ طب وخدت رأي مين؟ والحد اللي أنت خدت رأيه ده بيفهم في هدفك ولا واحد بيحبك وبس وبيتمنى لك الخير وبس؟ ما تكونش عايز تبقى مذيع مثلا وتاخد رأي واحد ما شافش مايك قبل كده لمجرد انه قريبك او بيحبك. ما تكونش عايز تبقى لعيب كورة وتاخد رأي واحد حتى ما بيشجعش الكورة. لازم تختار مين الشخص اللي هتسأله وهتاخد رأيه. ويا ترى بتعرف تقيس هدفك ده ولا لسه محتار في ازاي تقيسه؟ لازم تعرف بعد ما تحدد انت مين في الدنيا وعايش ليه، لازم تعرف انت دلوقتي بتعمل ايه وهتقيسه ازاي. الحاجة الثالثة: ازاي هتوصل لهدفك ده؟ حددت الهدف وعرفته وعرفت تقيسه، طب ازاي هتوصل له؟ دايما في طريقتين للوصول للأهداف، طريقة صح وطرق كتير جدا غلط. الطريقة الصح هي الطريقة المتجربة المدروسة اللي مستندة على علم وعلى خبرة، والطرق الغلط هي دايما الطرق الأسهل، دايما الطرق اللي بتحاول بعض الناس تقنعك انك ممكن تحقق نجاح علمي من غير ما تذاكر كتير، ممكن تحقق نجاح مادي من غير ما تتعب كتير، ممكن تحقق نجاح صحي من غير ما تبذل الجهد الكافي. ما ينفعش. ابعد عن الناس اللي بتقولك على أسهل الطرق، لأن الناس دي غالبا هي الناس اللي بتبيع لك الوهم. اللي هيوصلك لهدفك هو القانون الوحيد للنجاح في الحياة، اللي هو الجهد المتواصل، انك تفضل تتعب على هدفك عشان توصل له. السؤال الرابع اللي لازم تسأله لنفسك: أنا اتعلمت إيه وأنا في رحلتي لهدفي؟ اللي عايز ينجح لازم يتعلم من الحلو ومن الوحش، لازم يتعلم من الكبير ومن الصغير، يتعلم من الناجح ومن الفاشل. تعال نسأل نفسنا إحنا اتعلمنا إيه في حياتنا في آخر سنة وآخر شهر، طب وآخر أسبوع؟ اللي عايز ينجح لازم يفتح عينيه ودانه عشان يتعلم، مش عشان يحكم على الناس. كل واحد بتقابله في حياتك عنده حاجة ممكن تتعلمها منه لو انت ركزت عليها ودورت عليها فيه. آخر سؤال: سلوكك ايه وانت رايح تحقق هدفك؟ كلنا بنركز دايما على ايه اللي هنعمله عشان نوصل لأهدافنا، بس في حاجة تانية مهمة قوي لازم تبقى واضحة في ذهنك جدا: ايه اللي مش هتعمله علشان توصل لهدفك؟ ايه هي حدودك؟ تاني، ايه هي مسطرتك؟ ايه اللي هتقول انا عمري ما هعمل ده علشان اوصل لهدفي؟ خلي بالك ان وصولك لهدفك هو جزء من السعادة، مش هتوصل له الا اذا كان معاها رضا عن الطريقة اللي انت وصلت بيها لهدفك. ابن ناس مع الدكتور محمد حسين كل يوم في رمضان الساعة 6 بالليل، والإعادة الساعة 8 بالليل، وتاني يوم الساعة 2 الفجر على ميجا اف ام.